اسمع كده معايا. مش قادر اتخطى. يعني ايه مش قادر تتخطى؟ يعني لسه بحب. هو مين قالك اصلا ان انا متعلقه بيك؟ مين قالك؟ هو انت اخر واحد في الدنيا عشان اتعلق بيك؟ هو انت ما صدقت؟ هو انا ده بمزاجي؟ هو انا المفروض ان انا افضل معلقك بيا؟ لو انت موافقه انا عادي، ما عنديش مانع. لو انت موافقه ان انا افضل معلقك بيا. هو ايه معلقك بيا؟ بس ثواني بس، ايه معلق؟ هو انت يا ابني اخر واحد في الدنيا؟ خلاص ماشي، ربنا يسهل لك معاك كتير. والله اصل بيا ليه؟ بجد؟ اه والله انك تقول لي لا انك تقول لي روحي ربنا يسهلك ومش عارف ايه. فين بقى بحبك ايه؟ هو انت بتقول ايه؟ فاكرها كلمه سهله يعني؟ بتقولي لي ايه يا بنتي؟ هو انت بتقولي لي ايه؟ هو انت مفكرها كلمه سهله؟ بتقولي بحبك وانا قلت لك ربنا يسهلك. انت واحده بتقولي لي انت مش اخر واحد في الدنيا. فاوريدي ان انا بقى البت المدلوقه اللي مفيش غيرك في الدنيا، الواد القمر اللي مفيش منه اتنين. انت ولا مدلوقه ولا اي حاجه. سلام. وده دايما اللي باجي انصحك بيه في كل الفيديوهات. اوعى توصل نفسك للمرحلة دي، اوعى توصل نفسك لمرحلة الذل والإهانة انك تقعد تجري ورا شخص وتتحايل عليه ان هو يرجع لك. خلاص ادم حصل انفصال ما بينكم، لو سمحت لم كرامتك وامشي، وما تتابعوش ولا تعرف اخباره ولا تتصل بيه. تتصل بيه ليه؟ لما انت بتتصل بيه انت بترجع تاني لنقطة الصفر، بترجع تاني للوجع اللي انت كنت عايش فيه، بترجع تاني للألم، المشاعر بترجع تفور تاني، مشاعر الأسى والحزن والتعب بتلاقيها راجعة تاني. يعني ما تنخورش في باب انت عارف ان هو هيجيب لك مشاكل. زي ما سمعت كده، انت فاكر نفسك اخر واحد في الدنيا، انت فاكر نفسك احسن واحدة، انت مين، انت مين، ويقعدوا يلقحوا على بعض بالكلام وبتقلب خناقة شوارع ما بين اتنين في السوق. انت اكبر من كده بكتير، انت ارقى من كده بكتير، انت اكرم من كده بكتير. العلاقات عمرها ما كانت اتنين بيجروا ورا بعض توم وجيري، ما ينفعش. العلاقات بنيت على الاحترام والثقة والامان، ما بنيتش على التعلق بالشكل ده، وانك تقعد تجري ورا الشخص وتقعد تتابعه. طب سبتني ليه؟ طب ما ضحيتش عشاني ليه؟ كل ده كلام افلام هندي ومسلسلات تركي. التضحية من اجل الحبيب، موت نفسك علشان حبيبك، روح انت في 60 داهية بس حبيبك يعيش، موت بس حبيبك يبقى كويس. ايه ده؟ دي مش علاقة. ما توصلش نفسك انك توصل للمرحلة دي لقيت الدنيا خلاص اتقفلت. والله ربنا ما كاتبها. الحاجة اللي ربنا كاتبها بتبقى سهلة وميسرة وبسيطة، ما فيهاش عقد، ما فيهاش كلاكيع، ما فيهاش مشاكل، بتبقى سهلة وميسرة وربنا بيبارك فيها كمان. لكن خلاص ادام حصل القفلة دي، خلاص تركز في حياتك وتركز في نفسك وتسيب العلاقة دي وتمشي. لأن التعلق بيجيب تعلق، بيجيب مشاكل نفسية، بيجيب أمراض عضوية. نفسك أولى. لما يحصل انفصال خلاص سامح من جواك على كل اللي حصل، وسامح الشخص اللي قدامك، ولو ما انتش عايز تسامحه او ما انتش قادر تسامحه خلاص. لكن ركز انت في حياتك وابعد عنه، لا تنخور وراه ولا تدور عليه ولا تتصل بيه تقعد تفكروا بالايام الحلوه وسبتني ليه وعملت ليه. مش مطلوب منك ده. حافظ على قلبك وكرامتك ومشاعرك من انها تتاذي، واعرف ان اللي الباب اتقفل ده ما فيهوش خير. ما تقعدش انت تخبط على الباب تاني علشان تفتحه، واعرف ان اللي فيه الخير ما بيروحش، ولو راح يبقى ما كانش فيه خير. فلذلك ربنا بعده عنك. فحافظ على قيمتك، حافظ على كرامتك، حافظ على مشاعرك من اي اذى. وما تنساش ان العلاقات ربنا خلقها سكن، مودة ورحمة، ثقة، احترام، امان.